مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. بعد فضيحة المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي في مباراته مع شباب المحمدية بالدار البيضاء، كما جاء في عدة تقارير صحفية، والتي راح ضحيتها الحكم سمير الكزاز وطاقمه في قضية نصب واحتيال في حقبة الرئيس السابق لفريق الرجاء، والذي حاول الوصول إلى الحكم بإعطاء مبلغ 15 مليون سنتيم ليبحث عن الوسيط. وقد خرج رئيس نادي نهضة بركان حكيم ابن عبد الله بتصريح مفاده أن لاعبي نهضة بركان قد تعرضوا لمحاولة إرشاء في المباراة الحاسمة التي جمعت بركان بالرجاء الرياضي سنة 2013. وفي تصريح خص به إذاعة راديو مارس، قال ابن عبد الله نائب الرئيس آنذاك والرئيس الحالي لفريق نهضة بركان أن محاولة الإرشاء لم تكن هناك أدلة كافية لإثباتها، لكن لاعب الرجاء آنذاك أمين الرباطي خرج بتصريحات قوية كانت كافية ليتأكد مسؤول النهضة البركانية أن لاعبيهم كانوا يتعرضون لمحاولات إرشاء، كما جاء على لسان ابن عبد الله. المقابلات اللي كانوا يتهمنا بلينا غادي نعطيو المقابلة ما عطيناهاش. ونذكرك بسنة 2013 فاش لعبنا ضد فريق الرجاء البيضاوي، وكان المقابله اللي غادي تحدد البطل ديال البطوله انذاك، وتجرت المقابله بمدينه وجده. كان الكل كيقول بلي نهضة بركان غادي تبتديها في هذه المقابله، ورغم ذلك سجلنا الهدف التعادل في الدقيقه 94 رغم كنعاودوا تنقول رغم المحاولات ديال هاد الناس هادو باش يرشيو اللاعبين ديال فريق نهضة بركان. شكون هما هاد الناس هادو السي حكيم؟ بلاتي باش انا باش نسمعك، شكون هما حيت الا مشينا نرجع 2013 غير غيقولك علاش هادشي ما تقالش 2013 تقال. حنا نهضة بركان ما كانش عندنا اثبات، ولكن جاء على حسب لسان ابن الدار السي امين الرباطي، واللي تنقول لك باللي راه دافو ما كاينش دخان بلا نار. حنا هادشي ما عمرو ديما كان يخرج من داخل الرجاء البيضاوي في الرئاسه ديال السي محمد بودريق. ويعود فريق الرجاء إلى الواجهة وعشوائية تسييره، والتي لا تليق بفريق عالمي وبقاعدته الجماهيرية الكبيرة، والتي كانت ولا زالت تقدم تضحيات لصالح فريقها دون مقابل. ليصلك كل جديد لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.